الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. إخواني أخواتي، السلام عليكم. من جديد إن شاء الله شيوة جديدة من شيوات جميلة أمزمز. أولا وقبل كل شيء كنشكر المتابعات والمتابعين والناس ديال لي جيم وديال لي كومونتير، كنشكرهم بزاف بزاف. والناس اللي تابوناو جداد مشكورين بزاف بزاف، ونتمنى يعجبهم الشيوات ويكونوا في المستوى. مشكورين بزاف بزاف، وكنتمنى المزيد. والناس اللي كيتفرجوا في لي فيديو ديالي كنتمنى منهم يديروا ليا لي جيم، ما ينساوش ليا لي جيم، مهم لي جيم. وكنشكرهم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله نقدم معاهم شي جديده، وكنعتذر على الصوت ديال الفريخات، راه عندنا الفريخات في الدار ما يمكنش نسكتهم. عندي اليوم ان شاء الله ندير معكم البيني بطريقتي، طريقه بسيطه وكيوجد لينا دغيا. وبهاد المناسبه ديال تبارك الله دابا بدا يدخل الصيف، راه كيعجب الوليدات يديروا به الكوتي ملي كيجيو من المدرسه. نتمنى تعجبهم مره اخرى الفكره والطريقه. بسم الله على بركه الله. عندي نصف كيلو ديال الدقيق الابيض، نتمنى يكون الشرح واضح والصوت واضح. عندي نص كاس ديال سكر سنيده، ونص كاس ديال زيت نباتيه، خماره ديال 8 غرام، القشره ديال الليمونه، مربى التزيين. انا درت المربى ديال الفراوله ديال الفريز، الملح على حسب الكميه، معلقه متوسطه ديال الخميره ديال العجين. وعندي الليمون، نص كاس ديال الليمون حتى هو كندير في العجينه. وعندي سكر سنيده للتزيين. المهم نتوما على حسب الكميه اللي دايرين، وكاين اللي ما كيبغاش يديروا ما يديروش، راه كتكتفي غير بالمربى. وعندي الماء دافي، الماء على حسب العجين. معكم الاخوات الطريقه ديال العجينه. درت الدقيق سبقته هو الاول، كنضيف ليه الخميره باش كندير لها الماء دافي باش كيذوب لينا ديك الخميره. درت الخميره ديال العجين كنضيف ليها السكر باش كيتفاعلوا. درت لينا الخميره مع السكر السنيده، كنضيف لهم الملح، كنضيف الزيت نباتيه نص كاس. المقادير تلقاو ان شاء الله في صندوق الوصف. قبل ما ننسى حيت كنسى بعض المرات كنعتذر. وكنزيدوا الليمون، نص كاس ديال الليمون بكاس ديال العنبه، القشره ديال الليمون كتعطي واحد المذاق رائع فيها وطبيعيه. نحاولوا نخدموا بالحوايج الطبيعيين كيجيونا مزيانين. الخماره ديال الحلوه ديال 8 غرام، كندير تعجن هنا ونكمل معكم. البنات العجينه عجنتها بالمقادير اللي درت معكم، ما زدت لا ما لا والو. داك شويه الماء اللي كنديرو في الاول كنحصلوا على عجينه بحال هكا. المهم ما تنقصحوهاش باش يجينا البيني ديالنا محلول كيجينا زوين. خلينا عجينه شويه مرخوفه، الا قصحناها كيجينا ما تيجيناش ناجح. تنخليوها مرخوفه باش يجينا ناجح 100%. دهنت هاد الجبانيه بشويه ديال الزيت وحطيتها فيها، كنغطيها ببلاستيك او السلوفان اللي عندك، كنغطيوها وكنخليها حتى كتخمر لينا. اخواني اخواتي، العجينه ديالنا هي خمرات، ضاعف الحجم ديالها. كنحيدوها دابا، كنخرجوا منها هذاك الهواء ديال الخميره. تنستعملوا بشويه ديال الزيت باش ما كيلصقش لينا في يدينا. معكم الطريقه ديالي، طريقه مغايره وطريقه بسيطه. كنستعملوا بشويه ديال الدقيق، كنديرهم هكا الحجم صغير. وهاد الطريقه راه ساهله، كتعاون حتى المبتدئات. هانتوما البنات ما تخافوش، ما تكثروش الدقيق بزاف، كنديرهم على هاد الحجم، ها هما صغار حتى كيطلقوا لينا. عاد باش كنقرصوهم واحد شويه كنبقى غاديه بنفس الطريقه، حيت العجينه مرخوفه راه ضروري كتلصق لكم في اليدين.
كديروا شويه ديال الدقيق هكا، ما تكثروش الدقيق، غير شويه بهاد الطريقه هكا. ها هما على هاد الحجم تيجيونا هكا، وكنديرو لهم شويه باش ما كيلصقوش لينا في الزيف ديال او السربيته ديال الخبز. بس الطريقه كتبداو غاديين بها حتى نكمل الكميه ديالي، كنلقى العجينه راه ترخفات وكنبدا نكرس فيها ديك الساعات، كنشكلهم صغار تيجيو زوينين. اخواني اخواتي، الكميه اللي حصلت عليها راه كميه لا باس بها، مزيانه. نتمنى تعجبكم مره اخرى. ها هو راه اختمروا ضعف الحجم ديالهم. غنبدا نكرسهم دابا، نوريكم الطريقه. كنعاونوا بالدقيق وكنبداو نكرسوا هكا، ما كنرققوهمش بزاف، كنخليهم متوسطين. وهادو راه ساهلين، كنخليهم في هاد الحجم، راه ساهلين كيوجدوا لينا دغيا، وكنحطوهم حتى كيختمروا لينا، تيضاعف الحجم ديالهم ديال الاختمار. عاد باش كندوزو للطياب كنبقى غاديه بنفس الطريقه، نحاول ما نديروش ليهم الدقيق بزاف في الكراس، غير هكا راه ما كيسقوا ما والو. حتى الريحه ديال الليمون مع ديك القشره ديال الليمون عرفتي زوينه تبارك الله. هانتوما وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكمل. اخواني اخواتي، البيني ديالي راه خمر، كندير الزيت دابا على عافيه تقريبا متوسطه، باش ما على هاد الشكل، باش ما تيشربوش لينا الزيت. الا نقصنا عليهم كيشربوا ديك الزيت ديالهم، الا جهدنا عاوتاني بزاف كيتحرقوا. ها هو الحجم ديالهم راه زاد ضاعف، ما تنخليهمش حتى تيخمروا بزاف كيتفرقعوا لنا في الطياب. على هاد الشكل كنخليوهم الخميره في هاد القياس. اخواني الزيت هي سخنات لينا، كنبداو نحطوهم غير بشويه بشويه باش ما كيطرش علينا الزيت. حاولوا تردوا البال مع الزيت، دابا مع الصهد صعيب الزيت شويه. انا راه كيجيو رائعين، وبهاد الطريقه بسيطه كتحضري بيني ديال الدار لوليداتك، ديروا به الكوتي. طريقه سهله وبسيطه. كنخليهم كندير غير الكميه ديال فاش كيطيبوا. راه الفرون ها هما راه بداو كيذهبوا لينا، كنقلبوهم على الوجه الاخر. نتمنى مره اخرى تعجبكم الفكره، طريقه ديروها للوليدات ديالكم. اللي قلبناها قبل ما بشويه، راه من بعد كنعاودو نقلبوها على الوجه الاخر باش كتحمر لينا. هادو باقيين حيت هما الاخرين درت. هادي هي تحمرات. تحاولوا ديروها عشقه هكا ولا فرشيطه، تحاولوا ما يتخبوش ليكم باش ما كتدخلش ليهم ديك الزيت، وكتحصلوا على بيني ديال الدار رائع كيجي. خلي كاين اللي كيبغي شويه يتحمر شويه كيخليه، كاين اللي كيبغيه غير مذهب. والمربى على فكره راه دوزتو في الصفايه حتى حيت منه دوك الحبيبات اللي غلاض. اللي ما بغاش يدوزو ماشي ضروري. باقيين نديرها بوجدات بارك عليها. ها هو الشكل. كيبغى يديرهم يزيدهم سميتو يحمرهم يزيد يحمرهم. هذه الثانيه تبارك الله. حاجه ديال الدار عرفنا شنو طيبنا وشنو درنا لوليداتنا، والكميه راه تبارك الله كميه مزيانه. هاد الشنيبات تيبقاو لنا كنوقفوها هكا باش اللي بغى يخليهم هكا كيخليهم نتوما واللي حبيتو.
لي زوازوره بداو تيديروا لي الموسيقى، نسيني بعدا في الدار دايرين لامبيونس. نحيدوهم الكميه تبارك الله مزيانه، هي طابت هي تيخرج لنا تبارك الله كميه مزيانه. الا كنجي عندك شي حد تبارك الله الطيبه الاولى غنزيد دابا راه باقي الكميه عندي ديال، تنخليهم يبردوا شويه وكندوزوهم في سكر سنيده. ولا بغينا نديرو لهم المربى كنديرش لهم السكر، كنحاولوا ما نكثروش النسبه ديال السكر بزاف. وحيدات غنعمرهم بالمربى، حيدات غندير لهم سكر سنيده. ونتلاقى معكم ان شاء الله في التقديم ديال اخر الفيديو. خواتي الشكل النهائي ديال البيني ديالنا ها هما كيفاش جاوني. نتمنى تعجبكم مره اخرى الفكره والطريقه، وتنحضرهم في المنزل ديالنا. حسن الا جينا نشريهم يطلعوا علينا غاليين بزاف. نص كيلو راه كيخرج لينا كميه تبارك الله. ولا بغيتو ديروا نص كيلو حتى هو راه باع كتجي مزيانه كتخرج كميه. وحيدات درت ليهم سكر سنيده، حيدات حليتهم هكذا وعمرتهم بالمربى ديال الفريز. ونتمنى مره اخرى يعجبوكم وديروا لي لي جيم ولي كومونتير، وديروهم مع الوليدات ديالكم والعائلات ديالكم والاصدقاء. ومره اخرى تنشكركم متابعات المتابعين، والناس ديال لي جيم وديال لي كومونتير، والناس ديال البارطاج مع العائلات ديالهم تنشكرهم بزاف بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في شي جديده من شي جميله امزميز. على هاد الصوت ديال الفريخات هما راه تبارك الله صدعوكم اليوم. كنعتذروا الكنار دابا راه هو كيغني، سكتوا الاخرين هو بدا يغني. كنشكركم مره اخرى بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله شي جديده. ماشي